بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبركة ان شاء الله. اللهم بارك وسلم عليك يا حبيبي يا محمد. طلبتوا مني تدميس الفول بالطريقة بتاعتي، هقولها لكم. الحمد لله والشكر لله، طريقة ما حدش اصلا عملها ولا اي حد على اليوتيوب خالص عملها. طريقة سهلة بس نتيجة في منتهى الجمال. طريقة ما فيش فيها اي افتكاسات ولا اي مشكلة، بس طريقة حلوة جدا جدا. وهتشوفوا طريقة الفول. انا معايا هنا مية، حطيت فيها 3 فصوص توم قطعتهم، حطيت فيها 3 طماطمات حلوين كبار، قشرت القشره من عليهم، قشره رقيقه كده من عليهم، وقطعتهم مربع كده وحطيتهم في الميه. خلاص هحط الميه على البوتاجاز تغلي معايا. انا معايا هنا نص كيلو فول تدميس، نص كيلو فول تدميس. انا نقعته 4 ساعات، يعني نقعته من الساعه 8 الصبح ولعت عليه الساعه 12. تمام. لا بنقعه يوم كامل ولا بنقعه 24 ساعة ولا بنقعه من بالليل للصبح، لا انا مش هعمل فول نابت. انا عايزه اكل فول مدمس مش فول نابت. خلاص. هنا حطيت الميه بتاعتي على النار غلت. طبعا الفول قبل ما انقعه بغسله حلو جدا جدا، وبعد ما بغسله بقوم بقى نقعه على 4 ساعات في الميه. بعد كده بصفي بقى الميه برده من عليه التانية، واقوم شطفاه شطفه. واقوم بقى اغلي الميه بتاعتي اللي حاطه فيها 3 فصوص من الثوم، 4 فصوص من الثوم، 3 طماطمات كبار مقشره القشره بتاعتهم من بره، ومقطعه كل طماطميه 4 وحطها في قلب الميه. لو الطماطم بتاعتك صغيره خلوهم 4 طماطمات. خلاص، والطماطم تكون حمراء. خلاص كده. هنا غسلت الفول بقى زي ما أنا قلت لكم، نقعت 4 ساعات وغسل. هنا بنقص الميه عشان لو انا حطيتها كده على البوتاجاز الميه كتير، الفول بيعمل زي حته فوران كده، هيفور فهيغرق البوتاجاز. فبنقص الميه دي، ولما بتقل شويه هاخد الميه التانية. خلاص هروح احطه بقى على البوتاجاز. انا هنا بقوم لفه الغطا بورقه حراري كده علشان اكتم الحراره. انا هنا بقى هعجن معاكم شويه عيش حلوين قوي هتشوفوهم معايا. طبعا انا بقى ما رتبتش، يعني ما خليتش العيش ورا بعض والفول ورا بعض، لا يعني الفيديو يعني في بعضه كده. تمام. انا معايا هنا معلقه كبيره من الخميره. تمام. معايا معلقه كبيره من السكر، معايا معلقه من الدقيق. حطيتهم وقلبتهم في بعض، هعمل معاكم شويه عيش حلوين قوي ان شاء الله يعجبوكم مع الفول ده يعني. دعواتكم بقى. والفول يا جماعه كتير طلبوا مني جربوا الفول بطريقتي، واستنى هقول لكم على حاجات تعرفوها ونقطه تعملها برضو في الفول علشان تاكلوا فول صح. سيبك من اللي بيسمع ده كله، احنا بس هنتكلم مع بعض، بس نشوف بس مقاديرنا عشان في ناس كتير بيقولوا بنتوه في المقادير، وبعد كده هتكلم معاكم. خلاص. انا هنا حطيت الفول هنا على البوتاجاز اهوت، بصوا. اه. شوفوا. هنا مش حاطه اي حاجه، كل اللي انا عاملاه الميه والطماطم. انا هنا بقى ببقى احط حله جنبي على البوتاجاز فيها ميه. اما احس ان الفول هيحتاج ميه اقوم مولعه على الميه تسخن تغلي، واخد منها للفول. ما تحطيش للفول ميه ساقعه ابدا. هنا معايا تمن مدشوش وتمن عدس. تمن مدشوش وتمن عدس. نقعت الفول المدشوش ساعه. نقعت الفول المدشوش قبل ما انزل بيه في الفول التدميس. نقعته ساعه. اما العدس ما نقعتوش. قمت غاسله بقى العدس وحطاه على الفول المدشوش، ونزلت على الفول بتاعي حطيته على الفول اللي انا مولعه عليه الدم. بعد كام ساعه يا جماعه؟ بعد 3 ساعات كده او 4 ساعات، من 3 ل4 ساعات. يعني من 3 ل4 ساعات. وبعد كده حطيت الفول المدشوش. خلاص. يبقى انا ولعت على الفول بتاعي بعد 3 ساعات 4 ساعات، قولي 3 ساعات. خلاص. كنت نقع الفول قبلها بساعه. نزلت بالفول المدشوش بالتمن المدشوش وبتمن العدس على الفول بعد الفول ما بقى معايا على النار لمده 3 ساعات، عشان بس ما تقول. بعد ما عدى على الفول 3 ساعات على النار، نزلت بالفول المدشوش والعدس. انا طبعا الفوله بتاعتي ديت بتاخد نص التدميس وتمن مدشوش وتمن عدس. لو فولتك اصغر من دي مش هتاخد التمن المدشوش كله، وتاخد التمن العدس كله، هتاخد اقل شويه من هنا واقل شويه من هنا. بعد ما حطيت العدس والفول المدشوش، شوفوا سبته لما غلى. بعد ما غلى قمت مهديه النار بقى زي الشمعه، وقمت مغطيه عشان بس الفول المدشوش والعدس ياخدوا غلوه مع بعض. وقلبته كده في بعضه وخليت النار هاديه على طول. معلش يا حبيبي بس كان التليفون رن. انا هنا بقى الوقت بعد ما حطيت معلقه السكر ومعلقه الخميره ومعلقه الدقيق، وسبتهم كده اختمروا مع بعض كده شويه. شايفين؟ عملوا كده زي اختمار كده. بتدي نتيجه حلوه للعيش، وفي نفس الوقت بتضمني برضو الخميره بتاعتك والكلام ده. انا معايا هنا بقى معايا كوبايه من اللبن. انا عامله النهارده بشرب لبن. بص، تقدري لو عندك زبدية
انا هنا مش هاخد كوبايه اللبن كليه، انا باخد السوائل بتاعتي يا جماعه. بصوا بوريكم الاخمرار عامل ازاي. بحط معلقه من الخل، انا باخد السوائل بتاعتي واحده واحده يا جماعه. انا مش متضايق اللي معايا، انا ما اعرفش وضعه ايه، فبمسك نفسي. تمام. نحط على الدقيق رشه من الملح. تمام. وحط عليه نطره من نص معلقه من البيكنج باودر. تمام كده. وبقلب بقى كده اهو. اللي اخد بقى السوائل على حسب العجينه قدامي، انا عايزه في الاول وفي الاخر عجينه تكون طريه عشان تطلع معايا لقمه طريه. شايفين؟ هعجن، ولو احتجت لبن تاني هاخد، ما عندكش لبن كافي خدوا ميه. طيب لو عندك زبدتين مثلا مركونين جايبين مثلا لكم لولادك ومحدش كلهم، دايما زبادي عندك عينها في الفريزر لما محدش هياكلها. يعني لو مش هتتاكل عينها في الفريزر اللي تعجني بها معجنات، او تعملي بها تشوي بها فراخ. لكن لو سبتها في التلاجة تبوظ، لازم تعينها في الفريزر. هتقولي ما انا هعجن او اشوي فراخ بها، لا مهما كان برضو ما نسيبش الحاجه تفسد ونشتغل بها. في التلاجة تبوظ، عينها في الفريزر، لان هي الزبادي البلدي مدتها 3 ايام خلاص، او اللي هي التانية مدتها 14 يوم. فانت على حسب تاريخها بقى. انا هنا بنزل باللبن عشان بشوف العجينه بتاعتي اهوت. فانت لو انت عندك زبادي، تمام، قومي جايبه زبادي طلعيها. هنا باخد 3 معالق من الزيت، ربيها قوي 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 بالمضرب تخليها سايله كده زي اللبن، واعجني وحطها كم اعملي منها العجين. عندك لبن رايب اعجني بيه، عندك شرش جبنه قريش كنت عاملاه وطالع اعجني بيه. يعني في كلا الحالات اي حاجه عندك تمشي. خلاص لبن رايب رب منك. لبن رايب عندك، شريعة عندك رايب للشوربة يبقى موجود عندك. لبن حليب عندك، زبادي، اي حاجة تمشي. خلاص. انا هنا بقى اشوف السوائل على حسب ما انا بحتاج باخد. طب خدت منك سوائل قد ايه يا شيف؟ دول 5 كوبايات دقيق. خدوا منك سوائل قد ايه يا شيف؟ ال5 كوبايات دقيق خدوا منك كوبايتين الا ربع سوائل، من ضمنهم نص كوبايه الميه. نص كوبايه الميه، يعني خدت نص كوبايه ميه، وخدت كوبايه وحوالي كوبايه وربع، وكوبايه وربع شويه من اللبن. خلاص. بس تنزلي حبه حبه، ممكن تاخدي كوبايتين، ممكن تاخدي كوبايه ونص، على حسب الدقيق بتاعك ما بياخد منك سوائل. هنا عجنت العجينه لما بقت معايا ناعمه خالص كده زي ما انتم شايفين. بصوا، ناعمه ناعمه خالص. اغطيها بقى واسيبها تختمر. مش هسيبها تختمر خالص، نص نص تخمير كده. عشان كده كده انا هفرد، هكور وهسيبه بعد ما يتكور. شوفوا العجينه بوري لكم عامله ازاي عشان متعجنه حلو. بعد كده انا هسيب الكور لسه تختمر، وبعد ما هسيب الكور تختمر هرجع اسيب العيش يختمر. اه فشوفي ما اختمرتش الاخمرار اللي هي تملى الطبق والكلام ده، نص اخمرارها، نص التخمير بتاعها. خلاص. بفضي منها الهواء بقى بتاعها كده. والرغيف بقى على حسب ما انت عايز، عايزه الرغيف صغير عايزه الرغيف كبير، على حسب ما انت عايز. طبعا العيش اللي بيتعجن بلبن او بزبادي او برايب بيبقى برضو بيفرق عن العيش اللي بيتعجن بميه. خلاص. بتبقى اللقمه بتاعته برضو يعني فيها قيمه غذائيه اعلى. تاني حاجه، كل ما العجين معاكي يبقى طري كل ما هيديكي نتيجه احلى. احنا متفقين العجينه معاكي تبقى طريه. هتلزق ادهني ايدك دقيق، لو بتلزق معاكي دهني ايدك دقيق وقطعي عيشك. هنا عجاء قرصته اهوت، هغطيه واسيبه يختمر. تمام. لان انا لو ما سبتوش يختمر هاجي افرد الرغيف مش هيتفرد معايا. خلاص. انا بوريكم هنا الفول على البوتاجاز اهوت. بصوا عاملاه على نار هاديه جدا جدا. بصوا شايفين؟ بقى دايما من كل شويه والتانيه بقلبه علشان الفول المدشوش ما يرخص ما يتركمش في ارضيه الفواله ويتحرق منك. والنار تكون نار شمعه كانك مولعه سبرتايه. بصوا، من كل وقت والتاني اكشف اشوفه محتاج ميه، احط له ميه بتغلي واغطي عليه تاني واقلبه تقلبها في بعضه، وتقوم مغطياها على نار هاديه جدا. هنا بقى اللي كان العجين بتاعي اختمر اهوت، هفرد معاكم رغيفين وهكمل انا بقيه العجين. تمام. هنا رغيفين اهو. بترش رشه من الدقيق كده خفيفه وتفردي. طبعا المنشبه دي وحشه، كل شويه بنسى وباخدها، وبرده دي وحشه برده، بس بعدين بشتغل بقى قبل ما اجيب واحده من التانيه. بتفردي بقى الرغيف لا يطلع منك تخين ولا يطلع منك رقيق. ان طلع تخين مش هيرفع، مش هيقب في الفرن، هيبقى قرصه. ان طلع تخين مش هيقب وهيبقى عامل زي القرص. تمام. ان طلع رقيق قوي هيقب كله بس هيبقى معاكي ناشف. خلاص. الرغيف اللي بفرده فرشه ملايه كده في الصينيه، والرغيف اللي بفرده بحطه على الملايه. تمام كده. شوفوا. بعد كده بعد ما افرده هسيبه يريح معايا يخمر. تحس ان الرغيف تخ كده تخن، يعني تحس ان الرغيف تخن، فتقومي حاطه واخداه مولعه الفرن، نار عاليه بقى في الفرن، وتسخني الصينيه وتحطه في الصينيه وتدخلي الفرن.
تمام. طبعا انا يا جماعه كتير طلبوا مني تدميس الفول، انا نزلت لكم، مع ان بصوا والله العظيم بامانه انا ما عاد لي مزاج لتنزيل فيديوهات خالص، والله والله ما عدت عايزه انزل فيديوهات خالص، انزل يعني كل مده بعيده انزل فيديو. بس في كام فيديو انا كنت منزلهم عايزه انزلهم لكم. العيش الفينو ما عملش مشاهدات، الكروسون ما عملش مشاهدات، رغم ان انا بنزل لكم بوصفات حلوه وبوصفات اقتصاديه جدا، بس مانيش عارفه ايه السبب بصراحه. يعني انا نفسيتي تعبت اصلا من القناه، يعني انا قفلت منها. انتوا اخواتي وولادي بصراحه انا قفلت منها. بصوا هنا الفول، شايفين لون الفول عامل ازاي يا جماعه؟ انا طفيت عليه خلاص استوى. شوفوا انا معايا ليمونه بعصرها. اوعي تحطي ليمون في الفول وهو بيستوي، هينزل مراره في قلب الفول. اوعي تحطي ليمون في الفول وهو بيستوي. اوعي تحطي كربوناتو. اوعي تحطي رز. اوعي تحطي نشا. آه، اوعي ما تحط، لو عايزه تحط كركم حط، الكركم مش مضر، الكركم حلو ومفيد، بس انا ما بحطش برده كركم. هو الفول ادي لونه، بعصر الليمونه عليه من على الوش كده، وبقوم مقلباه بيخلي لك اللون بتاعه احمر ما بيغمقش. الفول اخد معايا قد ايه على النار يا جماعه؟ انا ولعت عليه من الساعه 12، طفيت عليه الساعه 10 بالليل. ليه؟ لان انا حطاه على نار هاديه. هو دي الفول. الفول ما فيش حاجه الفول اسويه ساعه على النار يقعد ساعه يستوي او ساعتين يستوي، لا. الفول كان زمان، انا هنا مولعه الفرن بيسخن جدا جدا، والصينيه سخنتها واحط العيش بقى عليها. الاول الناس كانت بتدمس الفول يا جماعه، مش زي الوقت بيحطوا له، شايفين؟ معلش في مقطع وانا بحط الفول في الطبق، يعني يعني ما اتصورش. بس انا جيت بقى في مقطع تاني بعد ده، بعد المقطع ده انا بقى الصبح وانا بعمل تاني يوم وانا بعمل، لان تاني يوم احنا اتغدينا فول. صورت لكم تاني يوم بقى واحنا بنتغدى فول، شكل الفول بقى في النهار في النور، نور ربنا. و... ولما بات في التلاجة وضعه ايه، كل ما تيجي كل حاجه انا هقول لكم وقتها. شايفين الفول يا جماعه؟ الفول ما بتحطلوش كربونات عشان يسرع تسويته. الفول ما بتحطلوش نشا. الفول ما بتحطلوش رز. الفول ما بتحطلوش لون عشان يفتح لي ممكن لو عايزه تحط شويه بابريكا، حبه بابريكا حمراء مع الطماطم حطي. انا لو كان عندي بابريكا كنت حطيت، بس انا ما كانش عندي بابريكا. تمام. كل اللي عندي العيش في الفرن، كل اللي انا بحطه في الفول يا جماعه الطماطم، فصان الثوم، لو عندي بابريكا بحط معلقه بابريكا صغيره مليانه، غير كده ما بحطش في الفول. اللي بيربط الفول ويخلي الفول معاكي يلف يبقى عامل زي القشطه كده وزي المقلبيه، الفول المدشوش. الفول المدشوش هو اللي بيخلي الفول يلف. اللي بيخلي الفول معاكي لونه احمر وجميل الطماطم. الطماطم، ولو شويه بابريكا صغيرين فيه ما فيش. تمام. فاللي بيخلي الفول معاكي يلف، انا هنا العيش اهو وريت لكم وهو في الفرن ما شاء الله كله كان قابب خلاص، واللقمه بتاعته طريه وجميله جدا هتشوفوه معايا. فاللي بيخلي الفول معاكي يلف الفول المدشوش. انا عمري ما سمعت فول بيتحط فيه نشا، بيتحط فيه رز، بيتحط فيه كربونات عشان يسرع التسويه بتاعته، بيتحط. بشوف حاجات انا بستعجب لها. كان زمان الفول بتوع الفول يبقوا مولعين عليه من الصبح لحد الفجر، ويطلعوا بقى بيبيعوه وملفوف كده في الشوال اللي هو الخيش، في المكمرة بتاعته بيستوي فول فول. دلوقتي بتحط مواد يا جماعة بتخلي الفول في نص ساعة أو في ساعة يستوى، والمادة دي مش صحية. أنا من غير ذكر أسماء مش هقول اسمها، المادة دي مش صحية. أنت فعلا لما تعملي الفول في البيت غسلاه ونضيف وشوية فول، لو قدامك لحمة هتسيبوه تاكليه، والله لو قدامك لحمه هتسيبوه تاكليه. الماده اللي بتتحط للفول دي الوقت حاليا هي ما كانش حد بيحطها. طبعا الكربوناتو امره سهل، كربوناتو الناس اللي بتحط كربوناتو ده امرها سهل، شايفين العيش. اما الناس اللي بتحط الماده التانية ديت في المطاعم دي خطره جدا يا جماعه، دي خطره. بيسووا الفول في ساعه بيكون الفول مستوي. لا، انا هنا عامله الفول في البيت مولعه عليه من الساعه 12 طافيه على 10 بالليل، تفي على 10 بالليل، وساعات ممكن يقعد كمان ساعة كمان على 10 بالليل. ليه؟ عاملة فول مهدية على النار على شمعة زي كنا الأول بنعمله على السخان الكهرباء. كان الأول لو في ناس كتير تعرف، في سخان كهرباء كده كنا نولعه. شايفين الفول؟ شايفين لونه؟ والله العظيم تليفوني ظالم طبق الفول، تليفوني ظالم تصويري كله. انا تليفوني مش حلو، مش بيصور الحاجه كويسه، لكن الحاجه على طبيعتها وعلى الحقيقه، شو رغم انها بتطلع جميله بس على حقيقتها وطبيعتها هي روعه، هي روعه. فما كانش فيه المواد والحاجات اللي بيحطها حاليا في الفول. كان الفول بيقعد يستوي يوم كامل. زماني بعمل كده، كان في سخان كهرباء نحط عليه الفول من الصبح، وما كناش بقى مثل السخان الكهرباء ما كانش بنحط للفول ميه. كان الفول يقعد على السخان الكهرباء يستوي في كميه الميه اللي هي محطوطه فيه، وتاكلي فول فول ولا لونه تحفه،
نفس اللون زي ما انت شايفه كده. طبعا انا عامله هنا الطحينه وعامله هنا دقه الفول. لو لحقت اقول لكم دقه الفول اقولها لكم. انا قلبت الفول كنت حاطه عليه زيت زيتون وقلبته، ورجعت حطيت بقى دقه فول ودقه من بتاعه الفول عليها زيت برده، لان انا طبعا مش هرجع اعمل طبق فول تاني خساره واحط عليه دقه. يعني كنت عايزه اعمل طبق بزيت زيتون وطبق بالدقه، بس خساره يعني هيبقى طبقين والطبق كبير. لا، ما فاستكفيت بطبق وحطت لكم الدقه برضو على نفس الطبق. فاهميني؟ شايفين الفول تحفه. اما هتعينيه بقى في التلاجة الفوله بعد ما بتبرد، حطها في طبق كده وقوم مدخلاها بقى التلاجة واتفرجي على الفول الصبح. دي اللي انا عايزاه منك، بعد ما تدمسي الفول بخطواتي بطريقتي وتسيبي الفوله تبرد، عينيه في التلاجة واصبحي الصبح اتفرجي على شكل الفول. انا عايزاك الصبح تشوف الفول بعد ما عينتيه في التلاجة طلعتيه شكل ايه. انا مصوره لك تاني يوم لان احنا تاني يوم اتغدينا منه. تمام. انا بحب لما بعمل الفول تاني يوم بحب اعمله غدا. حمرت بقى نص كيلو بطاطس، نص كيلو بتنجان وعملته بالخل والثوم، نص كيلو فلفل بالخل والثوم، نص كيلو بتنجان ونص بطاطس عملتهم، وحبه خضره وحبه خيار كده وبتاع والحمد لله. ولو في بيض كل واحد بيضه، وبتبقى غدوه في منتهى الجمال. شوفونا بقى دي تاني يوم يا جماعه. شوفوا دي تاني يوم اما جيت اخد منه للغدا بقى. شايفين؟ دي تاني يوم اما جيت اخد منه الغدا. شايفين شكله؟ شايفين الفول بقى تماسك؟ شايفين الفول متماسك ازاي؟ ده هنا الفول المدشوش. الفول المدشوش شوفوا كانك بتطلعي خرطه جبنه. بصوا لاحظوا وانا بطلع لك معلقه الفول من الفواله عامل ازاي. هو عاملها لك تاني، هصورها لك تاني. بصوا الفول لونه عامل ازاي وشايفين شكله تحفه. دي تاني يوم بقى الساعه 3 بقى اما جيت احط عشان نتغدى، وعملت معاه زي ما انا بقول لكم البتنجان والفلفل والحاجات دي. تمام. والبطاطس وخضره ومخلل واتغدينا والحمد لله. يوم كده الواحد يتغدى بيه في طبق فول والله. شايفين؟ والله نعمه ورضا فضل من ربنا، واكله تفتح النفس في منتهى الجمال. عندك حبه ملوخيه ناشفه اعملها. انا عامله ملوخيه ناشفه هبقى اوريها لكم برده ان شاء الله. بصوا المنظر، الفول لافف وشايل نفسه كده ماسك نفسه. ف سكة تانية خالص. لا كركم ولا نشا ولا رز ولا كربوناتو ولا هو اللي بيخلي الفول يلف معاك ويبقى لافف كده زي القشطة كده. هو الفول المدشوش اللي بتحطيه. تمام. مقدارني بالنسبة لفولتي نص تدميس تمن مدشوش تمن عدس، لان فولتي كبيرة. فولتك بقى لو اصغر او مش عارفة مش هلحق اقول لكم بقى على الدقة ان شاء الله في فيديو تاني. اسيبكم في رعاية الله.